بصراحة حرام تشتريه. إيه يا جماعة ده سعره 500 و400 جنيه، ده كوبايتين دقيق هتعملي بصراحة عظمة. إيه رأيكم بقى في الجمال والشياكة والحلاوة دي؟ وزي ما قُلت بكوبايتين دقيق بس هتعملي ما شاء الله 2 كيلو من المعمول، حاجة كده بجد فاخر من الآخر. تعالوا بطريقة سهلة وبسيطة هتعملي أحلى معمول في الدنيا وناعم زي ما أنتِ ما شُفتِ في أول الفيديو. أول حاجة هنسمي الله ونصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام. نجيب بولة هنضيف فيها 5 معالق من السكر، السكر الحبيبات العادي. تقدري تخليهم 3، تقدري تخليهم 5 زي ما أنا ضفت، تقدري تخليهم 4. هننزل عليهم كمان بنص معلقة صغيرة من الخميرة الفورية، وما تبالغيش في كمية الخميرة. وهنا بنضيف معلقتين من الحليب البودر وتقدري تستغني عنهم، بس طبعًا بيدّوا غناوة لإن أنا هاشتغل بمَيّة، ومعايا كوباية إلا ربع من المَيّة الدافية، هاخد نُصّها كده وهاسيب الربع الباقي هنشوف هنستخدمه إزاي. هندّي تقليبة ونقلّب كويس جدًا وتدوّب المكونات دي كلّها مع بعض، وهنشوف الخطوة اللي بعد كده. وفي الوقت ده لو أنتِ أول مرّة تشوفي قناتي اشتركي معايا في القناة وفعّلي زر الجرس عشان يوصلِك مني كل جديد. وطبعًا مش هتخسري حاجة خالص لو حطيتِ لايك حلو منِّك كده تدعّمي الفيديو بيه. بعد ما قلبنا كويس جدًا كده كل المكونات هنركنها كده شوية، وكمان ربع كوباية من المَيّة الدافية هنركنه. هنجيب بولة وهننزل بكوبايتين من الدقيق، دقيق جميع الاستخدامات. ومعايا هنا كوبايتين من دقيق السميد أو دقيق البسبوسة السايب من عند العطار. كوبايتين دقيق قصادهم كمان كوبايتين دقيق من البسبوسة أو دقيق سميد أو دقيق سومولينا. هنا ضفت نص معلقة صغيرة من ريحة الكحك لو موجود عندك، وكمان رشة ملح، ونبتدي نقلب كويس كل المكونات دي مع بعض. شفتوا قد ايه المقادير مش محتاجة خالص ان انتي نروح ندفع فلوس قد كده علشان خاطر كيلو من المعمول. بصراحة هتعمليه هتفرحي ولادك وتملي كده ريحة الشقة كده. عايزة اقولك ريحة الخبيز وريحة الحاجات المعجنات دي في البيت بتبقى خطيرة جدا وبتدي طاقة إيجابية ما أقولكيش. بعد ما قلبتهم كويس جدا هنجيب كوباية سمنة على زبدة وهننزل بيها كده. وطبعا عندي هنا سايحة مش سخنة، هي سايحة ودافية بس. هننزل بيها كلها ونبتدي نقلب كل المكونات كده مع بعضها، وهنقول شكرا كده للمعلقة بتاعتنا. وبعد كده هنسمي الله ونصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام عشان الحاجة كده تزيد وتفيض وتبقى كلها بركة. ونعجن بإيدينا، النبي عربي عليه أفضل الصلاة والسلام. هنعجن بقى بإيدينا، أنا مش باعجن، أنا يا دوب هاغلِّف كل الدقيق معايا بالمادة الدهنية أهو بصوابع إيديّا بس. أنا عندي العجان بس بصراحة مش محتاجة خالص عجان. هنقلِّب كويس كده من فوق ومن تحت كده عشان كل الدقيق معايا يتغلِّف بالمادة الدهنية. طريقة سهلة وبسيطة، المعمول ليه طرق كتير كنت عاملاها بطريقة غير دي في القناة، بس أنا جبت لكم أسهل وأبسط الطريقة الطرق يعني للمعمول. هنبتدي نقلب كده عندنا الخميرة بتاعتنا وننزل بيها على الدقيق برضو بصوابع ايديا، وهحرك كده مش بعجن خالص عشان العجينة ما تشدش مني وتعمل عرق. في الوقت ده هتلاقيها ميميت معاكي كده وبقت تحسي ان هي خلاص. طب ده هي مش محتاجة حاجة، لأ قلّبي هتبُصّي تلاقيها شدِّت وشربت كل السوايل اللي معاكِ، وهنحتاج كمان مَيّة تاني. أهو بصوابع إيديكِ برضه مش باعجن خالص، أنا كل الموضوع باخلّي الدقيق يشرب عندي السوايل اللي إحنا حطّيناها. وزي ما قُلنا أنا حابة تعجني طبعًا بلبن، اعجني بلبن، بس أنا حبيتها تبقى إيه، اقتصادية على قد ما أقدر. جِبت ربع كوباية اللي إحنا كنا سايبينها وهابتدي أضيفها كلّها. وهاقلّب، احتاجت تاني هنضيف مَيّة تانية دافية، ما احتاجتش خلاص كده. أهو زي ما قُلت أنا مش باعجن، أنا باجيب من تحت ومن فوق وأقلّب كويس جدًا عندي العجينة.
طبعًا في الوقت ده في ناس بتريّحها، أنا هاريّحها في الآخر خالص. جِبت نُص كوباية من المَيّة تاني وابتدي برضه حبّة، حبّة كده واضيف وأقلّب، وهنشوف هنختبرها ونعرفها إن هي خلاص كده ضبطت معانا إزاي. أهو بنقلّب بالراحة خالص، مش عايزة عندي العجينة تشد منّي وتعمل عرق، هابتدي هنا هاختبرها ما بين كفوف إيديّا كده. بُصّوا شقّقت، طالما شقّقت كده يبقى لسه محتاجة حبّة مَيّة تاني، بتحطّي حبّة صغيّرين بحبّة صغيّرين، يعني معلقتين بمعلقتين، وهابتدي هاقلّب وهاشوف تاني، لقيتها شقّقت هاضيف برضه حبّة مَيّة تاني، يعني قولوا كده العجينة بتاعتي خدت منّي كوباية ونُص من المَيّة، برضه هاكوّر وهاشوف، احتاجت حبّة تاني برضه وتقلّبي مش بنعجن، بصوابع إيديّا بس، سهلة جدًا وبسيطة مش قادرة أقول لكم قد إيه. برضه ما بين إيديّا خلاص بُصّوا ما شاء الله ما شقّقتش، لأ، اللي حسّيتها إن لسه محتاجة تاني، هي ما شقّقتش بس حسّيت إن أنا لسه محتاجة إن تبقى أطرى من كده، بُصّوا بقت زي الملبن معايا، بابتدي أغطّيها واسيبها بقى في التلاجة لمدة ساعة، ساعة ونُص، ساعتين، مش هتقول معاكِ لأ، ما تقلقيش خالص إحنا حاطين كمية صغيّرة جدًا من الخميرة، وطبعًا ما فيهاش baking powder خالص. معايا هنا 300 جرام من العجوة، ضِفت عليهم معلقتين من الزبدة أو السمنة وتعجنيهم ما بين إيديكِ كويس جدًا، وضِفت كمان سِنّة صغيّرة من روح الموز لو موجود عندِك أو ماء الزهر، تدّي طعم حلو جدًا للمعمول، وابتديت أكوّرهم بالشكل ده، يعني قولي حجم ال العجوة اللي أنا كوّرتها قولي كده بتاع 10 جرام. 10 جرام، 11 جرام حسب ما أنتِ حابة. في الوقت ده كنت ريّحت العجينة زي ما قُلنا ساعة في التلاجة أو ساعة ونُص، ساعتين، مش هتقول لأ، أنا ريّحتها ساعة. طبعًا أنا عندي هنا كده المكنة بتاعة المعمول دي مخصصة للمعمول والكحك، بس بتبقى هي ماشية أكتر للمعمول. تبتدي تاخدي قطعة قولي بتاع 23 جرام أو 22 جرام وتحطي فيها العجواية وتمرّنيها ما بين إيديكِ كده، طبعًا في الوقت ده بتلاقي العجينة بتاعتِك ناشفة، يابسة شوية، تاخدي منها القطعة وتبتدي تمرّنيها ما بين إيديكِ، تعجنيها تاني كده وتخلّيها تاخد حرارة إيدِك، وتشتغلي بيها يعني بُصّوا هي هتلاقيها بُصّوا عاملة إزاي مفتولة أو جامدة طبعًا من السمنة. عندي المكبس ده هابتدي أشتغل بيه الصينية بتاعتي أو الصاج بتاعي مش دهناه أي حاجة خالص. هي واخدة كفايتها من السمنة، هابتدي برضه نفس النظام، باقطّع على طول كده مش مستحقية إن أنا أقعد أقطّع وبعد كده أشكِّل لأ، هاخد القطعة وأمرّنها ما بين إيديّا وبعد كده أروح على طول مشكّلاها. عندِك بقى الأشكال اللي هي بتاعة المعمول الخشب أو البلاستيك زي ما ورّيتكم اللي هي التانية دي أو المكبس ده براحتك خالص. هابتدي هنا كده بالمكبس، لقيت بصراحة المكبس أسهل وأوفر في الوقت، فرُحت على طول آآ اشتغلت بيه على طول، ما خدوش معايا عايزة أقول لكم ربع ساعة كنت شكِّلتهم، بعد ما بتخلّصي على طول بتستني 10 دقايق، وبعد ال10 دقايق بتدخّليهم على درجة حرارة الأول طبعًا بتبقى مولّعة الفرن قبلها بربع ساعة على نار عالية، وبعد كده بتهدّي النار على 160 وما شاء الله اللهم بارك بياخد معاكِ تِلت ساعة لنُص ساعة تكون الجمال ده.